أعلن مدرب المنتخب التونسي هنريك كاسبرجاك القائمة النهائية التي ستخوض غمار نهائيات كأس أفريقيا الجابون 2017. القائمة أبقت أهم العناصر الأساسية على غرار حارس المرمى أيمن المثلوثي ولاعب فالنسيا المدافع أيمن عبد النور، كما عرفت القائمة عودة نجم خط هجوم الأخوي القطري يوسف المساكني الذي غاب عن بداية مشوار تصفيات مونديال روسيا 2018. بالمقابل شهدت القائمة استبعاد أسامة الحدادي مدافع الإفريقي ومتوسط ميدان الترجي سعد بدو. وضمن تحضيراته لنهايات الكان فاز المنتخب التونسي وديا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد. هدف نصور قرطاج أحرزهما كل من حمزة الأحمر عند الدقيقة 6 ومحمد علي اليعقوبي في الدقيقة 47. هذا وتبقى مباراة ودية أخيرة لمنتخب تونس تجمعه بنظيره المصري في 8 من الشهر الجاري في القاهرة. التحضيرات المرة هذه كانت مختلفة عن تحضيرات الفارت بحكم لقينا معناها الفريق مطالب باش يلعب كل تقريبا 3 أيام مقابلة. أكيد فيدونا المقابلات هذوما باش نعرفوا رواحنا وين في أنا مستوى وصلنا. الحاجة الباهية في المقابلات لعبناهم تعرضنا معناها للشوا نتاع المدرب اللي كانوا على زوز طرق. التحضيرات كانت متعبه شويه خاطر شفتوا الماتشات قراب لبعضهم. توا عنا الوقت باش نرتاحوا معناها ماتش مصر ان شاء الله لازمنا نكونوا حاضرين فيه باش ندخلوا مرتاحين اكثر للكوب دافريقيا ان شاء الله. توا لحد الان لعبنا 3 مباريات حضرنا بهم الكان. نصور اهم مباراه هي مع المنتخب المصري المقابله الجايه لازمنا نحضرها كما يلزم، هي باش تكون اخر مباراه. والمنتخب المصري نعرفوه قريب ياسر، فريق قوي وقريب ياسر للنيفو نتاع السنغال والجزائر. دونك ان شاء الله في بالي ان الولاد الكل حاضرين وعملنا تحضيرات ممتازه، ان شاء الله نكملوها اخر مباراه مع مصر بانتصار، خلينا ندخلوا في ثقه اكثر في